تعالوا النهاردة نعمل مع بعض صينية بطاطس كانت رهيبة وخطيرة جدا. بس النهاردة مش هنعملها قرديحي، لا هنعملها بالفراخ. احنا اغنياء بقى بقينا بنعمل صواني في البطاطس بتاعتنا بالفراخ. بس والله العظيم ده كان حلو، ده كان حلو، ده رضا من ربنا وده رضا من ربنا. تعالوا بقى اقول لكم، انا عملت صينية فراخ وكانت خطيرة بالبطاطس. بس اول مره، لو انتوا اول مره تشوفوني، معاكم ساره. لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لي لايكات كتيره وكومنتات وتابعوني وقولوا لي انتوا بتتابعوني من اي بلد. تمام. انا جبت 3 بصلات حلوين كده وفرمتهم في الكبه بتاعتي ونزلت عليهم بمعلقه فلفل اسود ومعلقه كمون ومعلقه ملح، وفضلت افرك افرك افرك. مش عايزين تحطوا كمون ما تحطوش، انا ما حطيتش، انا حطيت نص معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح، وفضلت ادعك ادعك فيها لحد ما نزلت الميه بتاعتها. بعد كده رحت عاملاها بالفراخ بتاعتي وتبلتها في الفراخ كده بتاعت ساعه. اليوم ده عايزه اقول لكم كانت الميه قطعه، وكنت بصوا ملخومه لخمه وحشه جدا جدا جدا. وطبعا نقعت الفراخ بتاعتي شويه في اللي انا عملته ده. رحت جايبه البطاطس بتاعتي الحلوه مقطعاها ورحت فرديها. طبعا عايزه اقول لكم كانت خطيره. البطاطس بتاعتي بقطعها سميكه شويه علشان تبقى دايبه كده تدوب معانا. انا مش بحب البطاطس اللي بتبقى رفيعه، دي كانت سميكه كده وكانت جميله. وطبعا زي ما انتوا عارفين نزلت بالبطاطس ورصت. عندكم بقى فلفل الوان ننزلوا بيه، عندكم طماطم شرايح ننزلوا. طبعا زي ما انتم ما شاء الله شايفين كده الفراخ كنت غسلاها غسله كويسه جدا، ورحت رصه البطاطس عليها. طبعا بقى جبت نفس الكبه بتاعتي، قلت والله ما هطلع الخلاط، رحت جايبه الكبه بتاعتي قطعت فيها القوطه مع الفلفل مع معلقه توم، كمون، كزبره، فلفل اسود، ملح، مرقيه، معلقه سكر، معلقه ملح، وضربت كل المكونات دي في بعض في الكبه. وكانت بقى حلاوه الكبه انها مش فرماها كويس اوي زي ما انتوا هتشوفوها وزي ما انا هنزل بيها كده. كانت خطيره، عايزه اقول لكم كانت مدياله تيست عالي جدا جدا جدا. حطيتها على النار قعدت تغلي غلوتين حلوين كده لحد ما دخلت في السوا كده، ورحت منزلاها في الفرن. دخلت بقى الفرن ما قعدتش ربع ساعه على بعض. بس عايزه اقول لكم ما شاء الله تبارك الله كانت خطيره خطيره خطيره. جربوها. وبرضو زي ما انا هقول لكم البطاطس ليها طرق كتيرة جدا جدا جدا، وكل طريقة احسن من التانية. معرفتش اصور التقديم، اعذروني، بس صدقوني والله العظيم كانت دايبة. ولو انتوا اول مرة تشوفوني، معاكم سارة، ياريت تعملوا لي لايكات وكومنتات كتيرة قوي.